النهارده هنعمل احلى ممبار مقرمش بتتبيله بتفتح النفس. كل سنه وانتم طيبين وعيد اضحى مبارك عليكم يا رب. عندي هنا بقى 3 حزم من واحده من الكزبره، واحده من البقدونس، واحده من الشبت، ومعايا 2 كيلو ممبار، ومعايا من الكيلو رز، ومعايا الطماطم. والتوابل بتاعتي يا جماعه عباره عن ملح وفلفل اسمر ونعناع وجنزبيل وبابريكا و7 بهارات زي ما انتم شايفين كده. سوري، وحبه حبهان، والبصله مفرومه بالطماطم. وبحط كل ده على بعض وبضيف اليهم الى الخلط ديت. بحط لهم صلصه انا كنت مخزناها في الفريزر، عباره عن كيس، يعني عباره مثلا عن حوالي من نص الكيلو الا ربع طماطم زي ما انتم شايفين كده. بخلطهم بقى ببعض وبحط حوالي من 3 معالق زيت كبير على الخلطه. طبعا الخلطه دي كلها بتبقى ني في ني زي ما انتم شايفين. بخلطهم مع بعض. طبعا عايزه اقولك على حاجه، ان سر الممبار ان هو يطلع كويس وطعمه حلو ونظيف هي نظافه الممبار، ان انتي تنضفيه كويس. طبعا هنا مقطعوهم زي ما انتم شايفين على حسب الحجم اللي انا عايزاه، وببدا احشي الخلطه بتاعتي جوه الممبار بالطريقه دي زي ما انتم شايفين اهو. مش بحشي خالص، يعني مش بكتم الممبرايه بتاعتي، لا انا بسيب فيها فراغ زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده. مش بملاها على الاخر اهو. وابدا ان انا انضفها مكان بقايا الرز بقى معايا بالشكل ده. هنجرب برضو واحده كمان اهو. بفتحه كده بصباعين الاتنين ومدخله الرز ما بينهم زي ما انتم شايفين ما شاء الله تبارك الله اهو. وابدا ان انا اوزع الرز اهو، وانضف الممبرايه بتاعتي. ليه بنضفها؟ علشان لما اسلقها ما يبقاش في رز كتير واقع في السليق بتاعها اهو. ووزع الرز بتاعي جواها زي ما قلت لكم. مش بملاها للاخر. هتعرفوا ليه مش بملاها للاخر في ايه؟ في نص الفيديو كده. بقى عندي ممبار شكله حلو خطير وان شاء الله مش يفرقع مننا. ده السر بتاعه. عندي بقى هنا ميه مغليه، هحط ورق لورا وابدا ان انا احط الممبار بتاعي. بصوا شايفين ما شاء الله ما شاء الله بيبدا يتنفخ معايا. علشان كده احنا مرضناش نملى الرز بكميه كبيره لان اوريدي هو بيتنفخ لوحده. بسم الله ما شاء الله. ابدا احط الكميه بتاعتي كلها زي ما انتم شايفين اهو. عايزه اقول لكم يا جماعه والله العظيم من دلوقتي وهو ريحته ماليه البيت كلها تحفه. هنا بقى بعد ما اتسلق معايا، طيب ازاي اعرف ان الممبار خلاص كده تم السلق بتاعه بنجاح؟ اشوف واحده كده وامسكها طلعت الجلده في ايدي زي ما انتم شفتوا كده، ده كده تمام ان الممبار استوى معايا. ابدا بقى ان انا اطلعه واسيبه يبرد. اطلعه واحده واحده من غير الميه ومن غير اي بقايا رز وقعت منه اهو. بصوا ما شاء الله منفوخ ازاي وجميل اهو يا جماعه. في ناس مش بتحبه معرفش ليه، بس هو تحفه. ابدا ان انا اخرجه واحده واحده اهو. اصفيه كويس جدا من الميه بتاعته زي ما انتم شايفين بالشكل اللي معايا ده. طبعا هو لونه فاتح شويه عشان خاطر هو لسه خارج من السلق بتاعه اهو. ما شاء الله اللهم صل وسلم وبارك. يعني حاجه عظمه وتحفه وبجد ده ريحه العيد الحقيقي بجد. مين بقى بيحب الممبار زيي؟ يعني اكتبولي في الكومنت كده وقولوا مين بيحب الممبار اهو. هنا بقى بعد ما حطيناه في التلاجة، بعد ما برد طبعا حطيناه في التلاجة عشان نقليه تاني يوم في العيد زي ما انتم شايفين كده. ده بقى الشكل ما قبل التحمير. نيجي بقى هنا لأهم خطوة، هي خطوة التحمير. زي ما انتم شايفين لازم نحمرها لحد ما تدينا اللون الذهبي المقرمش. لازم الممبرايه تكون مقرمشه زي ما انتم شايفين بالشكل ده. عظمه تحفه فنيه خطيره يا جماعه خطيره. شايفين؟ ورشه بقى من الخضره كده على الوش مديها الوان تحفه 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 تحفه.
طبعا ما تنسوش اللايك، ما تنسوش الشير، ما تنسوش كومنت حلو منكم. كل سنة وانتم طيبين، وعيد أضحى يا رب يكون مبارك عليكم وعلى الجميع المسلمين أجمعين، واللي نفسه في حاجة تتحقق له يا رب بحق الأيام المفترجة دي.